وسهلا أعزائي المتابعين في فيديو جديد وتأليف جديد من العيار التقيل جدا. تأليف جديد من العيار التقيل جدا يا أعزائي المتابعين. أغنية حزينة جديدة بعنوان سألت نفسي أنا مين. أغنية حزينة دي متاخدة من أغنية حزينة من ألحان أغنية حزينة حقيقية. هسيب لكم اللينك بتاعها على يوتيوب. يا ريت يا أعزائي المتابعين يعني تدعمونا وتهتموا بدعم قناة كويس جدا. احنا الحمد لله وصلنا 137 مشترك ولسه مكملين زي ما احنا كنا بادئين ومستمرين ومجتهدين، لأن عندنا هدف، والهدف ده هدف نبيل وهو دخول مجال التمثيل. أعزائي المتابعين، قبل أي حاجة حط لايك، كومنت، وتتأكد إنك اشتركت في القناة وفعلت الجرس. أهم حاجة تفعل الجرس كمان علشان يوصل لك إشعار أو نوتيفيكيشن الفيديو الجديد اللي بينزل. وصلني أيام اللي فاتت يا أعزائي المتابعين أخبار يعني ليست سارة جدا، لكن أنا مش فرحان بالأخبار دي، لأني في مجموعة من الإسرائيليين واليهود بيتابعوا القناة، ودي حاجة بحد ذاتها خانقاني جدا ومضايقاني جدا. يعني أنا ما كنتش متوقع إن هذا الأمر يحدث يعني، بس ما علينا. يعني هو دعمهم مش أذى ولا حاجة، بس أنا مخنوق من مش قابلها. يعني أنا صراحة أنا مش قابلهم ولا قابل دعمهم ليا ولا وقوفهم جنبي، مجموعة الإسرائيليين دول. لكن هو شيء يشرفني، يعني أي حد بيتابعني وأي حد بيساند نهضة القناة ده على راسي من فوق. أعزائي المتابعين، الأغنية الحزينة دي من تأليفي، رائعة جدا. مش زي الأغاني الحزينة اللي فاتت اللي هي تأليف ثنائي وتأليف ثلاثي. الأغاني الحزينة اللي فاتت إحنا كنا بنجيب مؤلف تاني يألف معانا، إنما دي متألفة بإيدي أنا، تأليف وكلمات يوسف القناص. طبعا يا أعزائي المتابعين، في شعار دايما إحنا بنقوله ولحد دلوقتي بنقوله. الشعار ده عارفين إيه هو؟ إن الله ولي التوفيق. هو ده الشعار بتاعنا، هو ده شعارنا من النهاردة لحد ما ننجح ونوصل لما نريد. إحنا تعبنا وعملنا اللي علينا وكافحنا وطلع عينينا، بإذن واحد أحد هنوصل اللي احنا نفسنا فيه. يعني هنوصل مش باجتهادي، ده بإذن الله، بإذن الله. أشوفكم في فيديو جديد يا أعزائي المتابعين، مع السلامة.